النهارده معايا ضيفه سوريه. هتعمل لنا اكل برضو، طبخ بارد من غير نار ومن غير بوتاجاز ومن غير حاجه. تعمل لنا برضو اكل سوري حلو، بما ان احنا قلنا ان اللاجئين في سوريا ممكن وفي المعسكرات وفي كل حته ممكن يعملوا كل حاجه على البارد. لو ما عندهمش نار هيعملوا ايه؟ هيقعدوا من غير اكل؟ بيفكروا. فهنعمل دلوقتي اكل سوري من غير نار، حاجات على البارد خالص، ومكوناتها موجوده عندنا برضو. مكوناتها كلها موجوده عندنا، نقدر نعملها احنا في اي وقت. اتفضلي يا استاذه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا بيكي، منورانا. الحمد لله. كيفك انتي؟ كيفك مدام غالية؟ الحمد لله تمام. كله تمام. انا متشرفه بيكي النهارده. تسلمي لي يا رب، الله يخليكي. ومتشرفه بكل حبايبنا واخواتنا السوريين. تسلمي لي يا رب. ونحن كمان بنتشرف فيكم اصلا، يعني نحن عايشين بمصر مو لاجئين. نحن حاسين حالنا عايشين ببلدنا وبين اهلنا وبين ناسنا. طبعا. ما حسينا بفرق كثير. يعني لو ما شوقنا لسوريا بس ولاهلنا بسوريا، واقول لك اننا عايشين تمام هون. انتوا على راسنا من فوق. تسلمي لي يا رب. حضرتك تعرفي نفسك للناس اللي الكاميرا؟ سمر سريويل. حاليا بالمطبخ ربة منزل. طب حضرتك بتشتغلي ايه؟ انا بشتغل باللاجئين السوريين. بتشتغلي مع اللاجئين السوريين. انت منورانا النهارده. تسلمي لي. طب انت النهارده هتعملي لنا، احنا غاليه واخده قرار الاسبوع ده هتعمل حاجه طبخ بلا طبخ. يعني اللي هنشغل من غير نار. حضرتك النهارده تعملي لنا ايه بقى؟ فتوش. ايوه. هي اكله سوريه، السوريين كلهم بيحبوها، ولما بيكونوا مجتمعين هيك كلياتهم مع بعض بيحبوا يعملوا هيك طبق فتوش. بس اكثر شيء بنستفيدها برمضان، برمضان لازم تكون موجوده. يعني وحلوه وما بتكلف كثير يعني طبق الفتوش ده بيجمع الحبايب. بتعملوه لما يكونوا متجمعين؟ يعني لما نكون متجمعين لازم طبق فتوش او تبوله. يا ده يا ده. طب انا النهارده من سعد وهنايا ان انا هيتعمل لي طبق بيجمع الحبايب. عارفه انت المثل اللي يقول لك اتجمعت الحبايب ما بقاش حد غايب؟ هلا بنجمع الحبايب وبناكل فتوش. وبناكلوا فتوش. طب بتقولوا على المثل لما تيجي تجمعي الحبايب كده، يعني لما تكون الحبايب كلها كده ملمومه، ما عندكوش مثل حلو كده تقولوه؟ يعني احنا نقول اتجمعت الحبايب ما بقاش حد غايب، انتوا تقولوا ايه؟ ما في شيء ببالي هلا، ما بعرف. ما فيش عندكم كده مثل حلو؟ هو في امثال كتير يعني، بس ما خاطره ببالي هلا. طب عبال ما يخطر في بالك برضو مش هسيبك تخرجي من مطبخ غاليه الا ما اقول لك مثل، يعني غير لما تقولي لي مثل واتنين على الحبايب كمان. على الحبايب السوريين. على الحبايب السوريين. طيب افكر. ماشي، فكري براحتك. قولي لي بقى مقادير الفتوش ايه؟ خسه. ايوه. خبز مقلي وخبز مشوي، لانه في ناس بتحب الخبز المقلي وفي ناس بتحب الخبز المشوي. شويه زيتون. خيار. بندوره اللي هي بالمصري طماطم. صح؟ بندوره بالمصري طماطم. تمام. لا هذول للسلطه. زيت الزيتون. تمام. بصله. نعناع يابس. نعناع يابس يعني نعناع ناشف. طيب ناشف. اوكي. وتوم. وملح. تمام. طيب الخل فين؟ الخل عندنا اهو. اوكي. عندنا الخل يا مجراه كتير، عندنا خل ما تقلقيش. طيب خلاص. طيب انا هوسع لك كده. نبتدي. قولي لي بقى، انا هوسع لك عشان تشتغلي هنا. هاتي لي الحاجات بتاعتك هنا اهو كده، وهوسع لك حته كده تقطعي فيها براحتك. واحنا قاعدين كده ناخد وندي. طيب يعني هنقعد كده وندردش مع بعض. اجيب لك حاجه تقطعي عليها. ماشي؟ اوكي ماشي. قولي لي بقى يا ست الحبايب، خدي اتفضلي. افتحي الدرج اللي عندك ده، هتلاقي سكاكين كتير قوي، اختاري السكينه اللي تريحك. هي اطيب واحده. اطيب واحده، هو كلهم طيبين. بتفرم اكتر شيء. خدي دي، فرمي دي، هتلاقيها حلوه طيبه برضه. طيب قولي لي انت بتعملي بقى ايه للاجئين؟ احكي لي كده وانت بتقطعي. اللاجئين، زوجي رئيس الهيئه. بيهتم اول شيء اللاجئين
بيعطي غطاء قانوني للمشاريع السوريه. عرفتي؟ يعني اي مشروع سوري بيعطيه غطاء قانوني مشان يعني يستمر بعمله. وفي كثير امور اللاجئين السوريين بحد ذاتهم بكل شيء، يعني بالاغاثه، بالمستوصفات، بكل شيء بخص الامور السوريين وحاجاتهم لاي شيء. يعني انت وجوزك شغالين مع اللاجئين السوريين، بتحلوا لهم مشاكلهم وتساندوهم لو حصل لهم مشكله. تمام. تمام. زي الفل. اوكي. برضه بتاعتي اطيب. يعني انا دايما كده لما اقعد كده اتكلم اقول ايه؟ ان الخير ما بيتحزمش ابدا. لا. وعمر الشر ما بينتصر. اكيد 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 ان شاء الله، بس هي قصه صبر ان شاء الله، ورب العالمين ان شاء الله معنا. ان شاء الله يا رب. الله رب العالمين. ان شاء الله يا رب. بس إلنا نصيب نجي نقعد بمصر. طبعا. طبعا لكم نصيب تاكلوا لقمه عيش في مصر. صح. ليكي نصيب تاكلي لقمه عيش في مصر. بالك قد ايه في مصر؟ ليكم نصيب تاكلوا فتوش. او احنا لينا نصيب ناكل فتوش. صح. بقالك قد ايه في مصر؟ 4 سنين. 4 سنين. معاكي اولاد؟ لا والله، اولادي كل ولد ببلد، لا بشوفهم ولا بيشوفوني. لا بيشوفوكي ولا بتشوفوهم؟ لانه ممنوع اولادي يدخلوا مصر. وانا ما بقدر اطلع من مصر وارجع على مصر. يعني لا انا بقدر اروح لهم ولا هن بيقدروا يجوا. لا ان شاء الله ربنا يقرب البعيد. ست خلود. وبنتي بسوريا كمان ما فيني اشوفها. طب هكلم خلود وارجع لك تاني تكوني قطعت البصل. طيب يلا. لسه الكلام ما خلص. طيب. حبل الوداد موصول. طيب يلا ان شاء الله. يا خلود ازيك؟ الو. ايوه يا خلود. يا ست غاليه. وطي بس التلفزيون عشان انا سامعه نفسي عندك. وطي. انا نفسي مش نفسك. يا ست غاليه. عامله ايه يا خلود؟ كويسه الحمد لله. شفتي بقى الاكل الحلو اللي احنا عاملينه السوري ده؟ والست اكلاتكم جميله جدا على فكره. احنا عملنا كمونيه اللحمه وطعمها جميل جدا. الف هنا وشفا. وجربي كمان بقى السندوتشات الحلوه السوري دي والاكل السوري والفتوش. نجربها والله، ما نجربهاش ليه؟ بس احنا كنا عايزين طريقه عمل البشاميل. عينينا حاضر. عيني الاثنين. عيني الاثنين يا ست الكل. نورتينا. ايوه انت كل اللي هتقطعيه وتحطيه بقى في قلب الطبق. ادي البصل. تمام. معالق. فين المعالق؟ عاوزه معلقه. طيب بصي احنا هنجيب الطبق ده هنا، كل اللي تقطعيه نحدفه هنا اهو عشان يبقى قدامك واسع. حط الثوم دلوقتي. والثوم يعني البصل والثوم. تمام. اوكي. هاتي. وبعدين في مثل سوري عندكم حلو قوي، بيقول لك ابن الخير يهجم على الاكل زي الطير. ما سمعتوش بسوريا. ما سمعتوش في سوريا؟ ما سمعتوش في سوريا، سمعته من غاليه بس. والله منك سمعته. ده كان مثل سوري دايما يقولوه عن لمه الاكل. يعني لما هيتلموا ناس كتير كده خلاص قولي لي انت واحد حلو كده عشان اخده عندي. والله اقول لك صراحه انا مش شاطره بالامثال. مش شاطره في الامثال. لا والله. بس كويس ان تشارك الطبيخ. الحمد لله. احنا طيب. كده حطينا البصل. خلصنا الخيار. ايوه. هلا نشتغل بالبندوره. يعني خلصنا البصل والخيار وهنخش بقى على الطماطم البندوره. تمام كده؟ تمام. انا تقلت عليكي معلش لما سالتك على العيال وانت قلتي لي ان انت ما بتشوفيهمش. صح. فان شاء الله عارفه خلي لما قلبك يبقى عمران بالايمان. اكيد اكيد ان شاء الله. حسي كده ان انت ان شاء الله في عندنا ايمان وعندنا تفاؤل ان شاء الله انه رح نرجع نلتم كلياتنا مع بعض ونشوفهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله هترجعي وهتشوفي ولادك. تسلمي لي. وطول ما قلبك مليان بالايمان اكيد ان شاء الله هتبقى عندك صبر. ربنا هيصبرك. صابرين الحمد لله صابرين. ان شاء الله ان شاء الله يا ربنا هيكرمك ان شاء الله. وهي البندوره يا رب بس ولادك دلوقتي يا رب يكونوا شايفينك وابعتي لهم رساله يمكن يكونوا شايفينك ان شاء الله يكونوا شايفيني. ابعتي لهم رساله حب كده منك. يا ماما اشتقت لكم كثير كثير كلياتكم، اللي بالمانيا واللي بليبيا وبنتي اللي بسوريا وكلياتكم اشتقت لكم. يا ريت تكونوا شايفيني هلا ويصلكم سلامي. يا رب. اعطيني يا رب. بس. اتفضلي.
يا رب. ونداء بقى من غاليه لكل المسؤولين وكل الناس اللي مسؤولين، يا رب كل ام يجي عليها وقت تشوف ابنها وتشوف بنتها وتشوف عيلتها ويبقى في كده يقدروا يروحوا ويجوا، ويبقوا اللي في مصر يقدر يجي يشوف ولاده، واللي هنا يشوف ولاده، نروح ونيجي يا ريت، عشان ما فيش ام تقول ما مش قادره اشوف ولادي. يا ريت ان شاء الله. يا ريت يا ريت ان شاء الله. ان شاء الله. يا ندى، ندى الو. ازيك يا ندى؟ الله يسلمك، ازيك يا غالية؟ الحمد لله الحمد لله. اتفضلي سامعاكي. انا بحبك قوي يا ابله غالية. ايه؟ حسيت انا بحبك قوي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. وبعدين النهارده معانا ضيفه زي القمر اهي، وهي انت بقى بنتها النهارده. ربنا يخليكي لنا يا ست غالية. انت انا يعني مش عارفه اقول لك ايه، انت حاجه كبيره قوي بالنسبه لنا. انت ربنا بالنسبه يخليك. لي اصلا حاجه كبيره قوي. انا بحبك وبفتخر بيكي جدا. احنا النهارده بنفتخر بالام الجميله دي. زي امي بالظبط. يا رب الله يسلمك. وبحبك قوي، بحب كل اكلاتك، وانت غاليه فعلا. ربنا يخليكي يا انا كنت حبيبتي. محتاجه ان انا اتكلم معاكي عشان بحبك قوي. انت بتعيطي ولا انت صوتك كده ولا انا ايه؟ حاسسها بتحبك من إيه؟ قلبها من جد. بتعيطي ولا انت صوتك كده؟ لا حبيبتي والله انا صوتي كده، بس انا من كتر ما انا فرحانه بعيط عشان بكلمك. يا حبيبه قلبي. اصل بصراحه ما كنتش مصدقه ان انا هكلمك في يوم من الايام. والله يا استاذ ليه يا ست الكل ليه ما تقوليش كده؟ هو انت يعني بتكلمي جريده جرب وده انت بتكلمي غاليه مش مصدقه ليه؟ بالنسبه لنا حاجه كبيره. انت ما تعرفيش. لا ما يهمكيش، اوعي تقولي كده. ربنا يخليكي يا قمر، وانت النهارده شرفتينا وزي الفل. تسلمي. اضحكي بقى يلا، الحياه مش محتاجه ان انت تبقي زعلانه كده. كده احنا انت كده. ده الخاص. هو انت قلت ان الميزه في الفتوش ان يبقى الخاص بتاعها كتير. تمام. يبقى الخاص بتاعها كتير كده. تمام زي الفل كده. تمام. هنحط الخس قولي لي كله. بقى، انت لما بقى يجوا كده حبايبك واصحابك السوريين اللي عايشين في مصر وتحبي بقى كده تعملي لهم كده اكله سوري حلوه، ولا تقعدي كده بقى تفنني كده في حاجات حلوه، تحبي تعملي لهم ايه؟ احنا بنحب اكله اليالنجي اللي هو ورق العنب. عندكم اللينجي؟ يالنجي سوري، يالنجي اللي هو ورق العنب. والكبسه اللي عليها الدجاج الفراخ. والتبوله والفتوش الكبه. انتوا شو بتقولوا لها؟ الكبه اللي هي كبيبه الشامي. صح كده؟ انتوا بتقولوا عليها كبه، احنا بنقول عليها كبيبه شامي. نحن كمان السوريين عندنا افخر الاكلات اللي بنحبها اللي بتنطبخ باللبن. اللي عندكم انتوا الزبادي. الكسكسي بقى عندكم بتحبوا تعملوه زي احنا هنا كده ما بنعمله كده في المناسبات والافراح كده؟ لا مش كتير. لا ما بتعملوش الكسكسي عندكم في سوريا؟ لا. انهي بلد مشهوره بالكسكسي اكتر؟ المغرب؟ والله ما بعرف، ما عندي علم. طب انا هاكلك كسكسي من بتاع غاليه. والله طيب خلاص يلا اكلك انا شاك كسكسي من عندي. طيب خلاص. انتوا رح تاكلوا الاكل السوري ونحن بناكل الاكل المصري. احنا كلنا واحد. تمام. احنا كلنا واحد اكيد. هو بس في شويه اختلاف بس بطريقه الطبخ طب ناخد الست حبيبه. يا حبيبه، حبيبه يا بيبو. الو. ازيك يا ست حبيبه يا حبوبه؟ الو. ايوه سامعاكي يا حبيبه. الو. سامعاكي يا ماما حبيبه. ازيك يا ست غاليه؟ الحمد لله. ده انا محظوظه النهارده، كل اللي داخل كده رايق. ازيك يا قمر؟ لا اسمعيني على طول من التليفون حبيبه. طب حاولي يا بيبو تتصلي بينا تاني كده. انت بتنقي الاكبر، انت لازم يتفرم صغير؟ لا مش كتير يعني. يعني يبقى كده مفروم نص نص. مش قوي. تمام. التبوله بقى بتيجي كلها ناعمه بس الفتوش هيك. التبوله بيبقى كله ناعم، الفتوش بيبقى وسط. ناعم. صح. طب هنحط ايه تاني بقى؟ هلا بنحط النعنع
النعناع الناشف. أوه. يعني نحط قد ايه كده؟ صبت كده؟ شويه كده. صبت يعني. ماشي. الملح صبت يعني حبه كده، حبه قد ال4 صوابع دول كده، صبت كده. اديني الخل من عندك. يزيد عن القطر حبه. دي قمر. لو انا هعمل الفتوش وهحط عليه الحاجات دي كلها، اكله في ساعتها ولا اركنها؟ لا لا، لو بدك تاكلي الفتوش بسرعه بتخلطيه وبتحطي معه الخبز اللي هو العيش. تمام. اذا ما بدك تاكليه بسرعه بتخلي هدول، وبعدين لما بدك تاكلي بتحطي الخبز العيش. يعني عند الاكل تروحي حاطه العيش، او اذا حبيتي مثلا بتشيلي نص هدول وبتحطي معهم الخبز وبتاكلي، وبتخلي النص الثاني لما بدك تاكلي مره ثانيه بتحط. يعني الخبز لازم ينحط بس لما بدك تاكلي. يعني انت بتدبريها. زي احنا كده ما لسه بنقول ان الست تدبر وتلم ايدها ومفيش حاجه تبوظ منها. اكيد. انت عندكم برضو كده بتقعدوا تدبروا كده في اكلاتكم؟ اكيد. بتدبريها ازاي؟ يعني شوفي عندنا موجود بالبيت، بنحاول نطلع منه اكل، يعني نعمل اكله طيبه اي حاجه موجوده عندك في البيت من البيت. يعني اذا ما في حدا مثلا يطلع يجيب لك، او ما معك تجيبي، او متضايقه، او كله بندبره من البيت. يعني لو معكيش فلوس ومتضايقه والدنيا مزنقه، اي حاجه الموجود في البيت بنحاول نعمله. يعني الجودة الموجوده. تمام. الجودة الموجوده. اكيد. تمام. هي ست البيت الشاطره بتحاول تدبر اي اكل من البيت. ست البيت الشاطره، صح. احنا كده خلصنا دي الفتوش. هي الفتوش. ممكن نغرفها في طبق كبير. استنى اجيب لك طبق. نحن حنحط العيش هلا. احنا هناكل على طول بسرعه. طيب. قولي لي بقى هترصيها ازاي؟ احط لك عيش من هنا ولا من هنا؟ اللي يعجبك، اللي انتوا بتاكلوه واللي بتعملوه. لا، في ناس بتحبه كده، في ناس يعني اللي يحب مقلي يحط مقلي، اللي يحب ده حطي من ده وده. طب اقول لك ايه، استني لك، قلت لك من ده ومن ده. يلا. ماشي. مشوي ومقلي. هو المشوي يعني متحمص. متحمص على الفرن. حاطينه متحمص. تمام كده. عاوزه مغرفه كبيره؟ خدي معلقه خشب كبيره تجيب لك من تحت لفوق، من القعر لفوق. طيب يلا خدي اهو. ايوه شاطره يا اختي، انتوا ستات شاطرين. وانتوا كمان شاطرين على فكره يعني. بس مثل ما قلت لك، الاكل هو اللي بيختلف، الشطاره نفسها. هلا مثلا انت اذا هلا عرفتي اكله الفتوش علمتيها كيف، اكيد بكره رح تعمليها وتكوني شاطره فيها. صح. تمام. طب هات انا اقلبها. لا بتعرفي. هتحطي حاجه ثانيه؟ لا، اديني معلقه عاديه. معلقه عاديه. خدي معلقه عاديه، ماسكاها متمكنه فيها اكتر. في اي خضار تاني احب احطه في الفتوش غير ده؟ هو في بس احنا ما لقيناش يعني هنا في مصر، او دلوقتي مش وقته، مش عارفه. اللي هو البقله، ما بعرف عندكم شو بيسموه. البقله، الرجله. هي كتير طيبه بالفتوش. بس ما الرجله دي انا بطبخها، وكانت امي بتطبخها زمان. هي بيقولوا عليها البقله، بيحطوها في السلطه. الرجله. عارفه الرجله دي عندنا يا اختي بتطلع فين؟ هحكي لك انا بقى. الرجله دي ما بنلاقي منها هون. لا موجوده، اجيب لك. ده اوامها دلوقتي بتطلع. احنا دخلت الشتاء تلاقيها في البرسيم، بتطلع على حرف الغيط كده في اوان البرسيم. فهي بتطلع في الشتاء اصلا. يعني احنا بنروح على المحلات بس ما لا لا لا، انا هجيب لك شويه رجل انا تبقي تعملي بيهم سلطه، واوريكي كمان بتطبخ ازاي. احنا بنطبخها ونعمل جنبها رز طبيخ. لا لا لا، طبخ نحن ما بنطبخها ابدا. لا احنا بنطبخها. يعني هو كل دار وليها مدار بقى، بس انا هجيب لك شويه ادام انت نفسك فيها كده. لا هي كتير طيبه مع الفتوش، عرفتي؟ كتير طيبه مع الفتوش. طب احنا كده خلصنا الفتوش. تمام. عبال بقى ما نزوق الفتوش كده ونظبطه، ناخد فاصل ونرجع.